يا صباح الخير وصباح الهنا وصباح كل حاجة حلوة على قلوبكم حبايب قلبي. وحشتوني حبة قد كده. النهاردة يوم مختلف كده، روتين بسيط على قد الإيد، حاجات بسيطة كده. حبيت أنزل لكم الفيديو ده علشان أشكركم كده واحد واحد وواحدة واحدة. انتوا أغلى وأجمل متابعين شفتهم في الدنيا، بجد ربنا يخليكم ليا. حابة أشكركم جدا. احنا وصلنا لل500 مشترك، عقبال يا رب 500 ألف وال100 ألف يا رب كده، واحنا مع بعض. أمين يا رب العالمين. إن شاء الله كده بيكم بعد ربنا قناتنا تكبر كده بإذن الله، وتبقى أحلى وأجمل قناة بإذن الله يا رب. فمحتاجة الدعم منكم، تشجعوني كده باللايك والاشتراك في القناة. لو أول مرة بتشوفوا قناتي يا ريت كده تشتركوا علشان القناة بتاعتنا تكبر. نفسي أوصل لل100 ألف مشترك، بجد هتبقى فرحة. يا رب كده ربنا يا رب ينولها لي ويكرمني كده وأوصل ل100 ألف مشترك بإذن الله بيكم. وإن شاء الله كده أكبر بيكم بإذن الله. يلا بقى نسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كان عندي كده حبة مواعين، شوية مواعين كده. المواعين طبعا ما بتخلصش، مين اللي معايا في الحتة دي؟ المواعين ما بتخلصش يا جماعة. انا ايدي فيها على طول، يعني بنفطر اجي عاملة غسل المواعين، نتغدى اغسل المواعين، انا هعمل عشاء اغسل المواعين، يعني على طول عشان ما تتراكمش، ولكن برضو بتتراكم وبتبقى رخمة كده. يلا انا كان هنا معايا كده كوبايتين شاي، على طبقين، على حاجات كده، حتى بتاع الشاي ده، الترمس بتاع الشاي. كنا حاطين شاي كده، عاملين شاي ومشينا كده، اتمشينا في الجبل وقعدنا شوية نشرب شاي. بجد احنا بنحب ايه نغير من الاجواء. مشينا وقعدنا شربنا شاي وكده ورجعنا تاني. فطبعا انا قبل كده قلت لكم ان انا ما بحبش الحاجه ان احنا نبقى قاعدين على طول كده ومخنوقين في البيت وبتاع. لا، انا ممكن مثلا ايه اقول لجارتي، اقول لاخت جوزي، انا وصاحبتي، انا واختي، ونمشي مثلا نعمل سندوتشات او نعمل شاي، حاجه ساقعه، اي حاجه، ونروح كده في حته هدوء ونقعد بقى نرغي ونتكلم بقى، والجو بيبقى جميل جدا. وبنرجع بجد بنبقى مبسوطين كده والنفسية مرتاحة الحمد لله. وربنا يا رب يريح قلوبكم، امين يا رب العالمين. خلصنا كده المواعين. في واحدة جميلة متابعة سألتني قبل كده، هي الستيكر رأيك فيه ايه ومش عارفة ايه وكده، علشان انا حطيته وما قلتش رأيي فيه. الستيكر جميل جدا وحلو قوي قوي وعملي وجميل جدا، ولكن الحروف كانت حاطه ستيكر كده على الحروف اللي عند الحوض، وبعد كده شلتها. ليه شلتها؟ علشان ما كانتش كانت لوحدها كده، مش شابكه في الستيكر كله، يعني فاهمين قصدي؟ يعني كانت قطعه كده انا لازقاها وحدها، فلقيتها ايه بيجي عليها ميه وكده، فبدات ايه تتشال. فبصراحه جيت شايلاها، قلت هي ملهاش لازمه، وعصبتني كده وانا اجي شايلها بس. لكن هو كله جميل جدا، بمسحه كده بالفوطه واجي مسحاه بيرجع يلمع وتحفه قوي قوي يعني. وكفايه انه ادى شكل جميل قوي للمطبخ. غسلنا البوتاجاز كده، غسلنا غسله حلوه. وهنعمل شويه حاجات كده بسيطه. عندي هنا انا البريل يا جماعه، هعمل معاكم بريل. البريل انا مش بس كنت بالاول بشتري ب20 جنيه كده ولا حاجة، من البريل الجاهز، بلاقيه خلص في ثواني، ما بيقعدش معايا اي حاجة وما فيهوش بركة ولا اي حاجة. فبعد كده بدأت ايه اجيب الكيس اللي انا جايباه ده. كنت بجيبه اولا، انا بحب اللون الاخضر، فما لقيتش معاه اللون الاخضر اللي هو البريل، فلقيت معاه اللون الاصفر. فقلت مش مشكلة، فكان كمان كان السعر ب25، بقى دلوقتي والله انا جايباه ب35 على ما اعتقد، متهيألي كده 35، يعني هو غلي. وربنا يا رب يسترنا بقى ويقدرنا. فبجد هو بالنسبة لي أوفر بكتير، يعني بيكون فيه بركة عن اللي أنا بشتريه، لأنه بيرمي معايا شو حبة حلوين. لكن أنا زي ما قلت لكم كنت بشتري ب20 جنيه، مش بيقعدوا معايا حاجة خالص. فهنا بقى حطيت 8 لتر في العلبة كده. وبعد كده حطيت البودرة، في معاها بودرة كده تقلبيها الأول بمضرب أو بإيدك أيا كان. وبعد ما تضربي البودرة تيجي مقلبة ايه الخليط اللي هو السائل. هتسيبيه ساعة ساعتين كده هيتقل معاكي بالشكل ده، وتجي ايه معبياه بقى في الجيركن. بجد أنا عاملة جيركن ده للمخصص كده للبريل. فبجد
انا بحب جدا الحاجة انا اجيبها واعملها مثلا في البيت، حتى زي ما شفتوا معايا قبل كده جبت الديتول علب كده صغننه، وانا اخلطها كده مع الميه واركنها، يعني انا والمنظفات وكل حاجه بحب بجيبها خام وانا اخلطها، بالنسبه لي اوفر بكتير. خلصنا كده غسل المواعين وبتاع، فقلنا ايه اعمل لي حاجه بسيطه كده افطر بيها عشان ما كنتش لسه فطرت، كنت مشيت السوق ورجعت وكده، فبحب اخلص شغل البيت وبعد كده ايه اقعد افطر. بصراحة مش بحب ايه افطر الاول بعد كده شغل البيت يبقى قاعد وكده، لا انا مش بحب كده خالص. المهم كنت عايزة اقول لكم على حبة شوية كلام يعني كده. كنت مرة دخلت على قناة يعني مش واحدة، يعني كذا مرة ادخل مثلا على اي، يعني انا زيكم على فكرة بقلب بتقابلني قناة اجي داخلة واتفرج وكده، وبحب جدا اقرأ التعليقات، مش التعليقات عندي بس، بحب جدا اقرأ التعليقات. فالمهم بلاقي لازم التعليقات يكون فيها ايه حاجة تعليق سلبي. تعليق سلبي يعني ايه؟ يعني تعليق مش لطيف خالص. يعني مثلا خلي واحدة عاملة أكلة مش عجباني، يعني أكلة ما عجبتنيش، ما اقدرش اقول لها ايه القرف ده، ايه العك ده، ايه الكلام خالص ولا اي حاجة. ما عجبتنيش اجي طالعة من الفيديو شكرا على كده، يا تقول خير يا تصمت. فعلا هو الواحد يا اللي عجبتك الحاجة تسلم ايدك جميلة مش عارفة ايه كده، ما عجبتكش خلاص تطلع كده من الفيديو وما تعملش ولا اي حاجة يا سيدي، حتى ما تعملش اللايك، ولكن ما تجرحش الناس كده، ما تجرحش الناس. هو انتوا في ناس فاكرة ان الكومنت او التعليق ده حاجة يعني بسيطة كده، انا هكتب بقى انا ورا التليفون هكتب اي حاجة وخلاص فهعملها. فبجد لا طبعا، انا من زمان قوي وانا عمري في حياتي ما كتبت الحمد لله كومنت سلبي خالص لوحدة. بجد عمري في حياتي الحمد لله يا رب عمري في حياتي ما علقت لحد بتعليق سلبي، لانه هو هيقرأ التعليق وليه يعني ازعل حد؟ ليه؟ والله في حاجات مثلا ما تعجبنيش والله ما اقدر خالص اعلق واقول حاجة، اجي طالعة من الفيديو بكل هدوء وخلاص على كده. انا رأيي لنفسي يعني الحاجة الوحشة خلاص انا دي حاجة وحشة بيني وبين نفسي بقى، واجي طالعة من الفيديو. بشوف ناس بتعمل حاجة حلوة باجي كاتبالها كده تلقائيا تسلم ايدك والله جميلة جدا، واجي طالعة بس خلصت. لكن اني انا اكتب حاجة وحشة لا، لا خالص. ده حتى جبر الخاطر على الله، يعني دي كلمة طيبة صدقة، يعني الكلمة الطيبة صدقة. فبس انا بتكلم ده يعني في العام، مش انا بس، الحمد لله ربنا يخليكم ليا يا رب، مش بشوف منكم اي حاجة اي كومنت سلبي، الحمد لله يا رب ربنا يخليكم ليا، وتكتبوا لي دايما كومنتات حلوة وجميلة وكلها تحفزني وبس كده. لكن انا كنت بتكلم في العام عشان شفت كده، كنت امبارح بقلب فشفت شوية حاجات كده ما عجبتنيش، فانا بس حبيت ادردش معاكم ويا ريت كده تقولي لي رأيكم في الناس اللي بتكتب حاجات سلبية لصحاب المحتوى يعني. فالنهاردة كده هنعمل ايه لقيت في السوق كده فلفل من اللي هو الفلفل السليق، فقلت بصراحة ايه خايفة ما يجيبوهوش تاني، فقلت هجيب شوية كده اعملهم اخللهم للعيد. فانا مش هسلقه علشان يعيش معايا فترة اطول، لانه لسه العيد كل سنة وانتم طيبين يعني لسه قدامه شوية. فجبت كده طبعا احنا متعودين دايما انه لتر المية بتاع المخلل عليه 3 معالق كبيرة من الملح، 3 معالق كبيرة ايه يا جماعة من الملح، 3 معالق. وحطيت كمان معلقة صغيرة من الكركم. الكركم ليه؟ علشان هيديني كده لون حلو جدا للفلفل، هيخليه كده مصفر وجميل قوي. وكان عندي خيارتين وعلى جزرتين وكان كام ليمونة كده. فحطيت ايه، قلت هشكل كده برطمان صغنن. الفلفل ده نص كيلو، غسلته غسلة كويسة وشلت القمع بتاعه، واديته كده ايه نغزة واحدة كده من السكينة. وحطيت كده رقات، رق فلفل، رق جزر، رق خيار، رق فلفل تاني، وحطيت كده الليمون. الليمون ده انا كنت سلقاه وجيت بقى حطيته، هما كانوا 5 حبات ليمون متهيألي يعني مش كتير قوي، بس انا حبيت ايه اشكل كده البطرمان من كل حاجة. عايزة تزودي الكمية براحتك جدا، انا حملت شوية دول عشان ايه ما يتبقاش منه يعني ولا
يبوظ ولا اي حاجه. انا ما سلقتوش علشان يعيش معايا، هيتخلل. طيب هو مش مسلوق؟ اه طبعا هيتخلل، بس انت هتفتحيش عليه، تسيبيه كده 5 ايام على الرخامه، وبعد كده تدخليه التلاجة، هيعيش معاكي بصي، وهيبقى مقرمش وجميل جدا، وان شاء الله كده هبقى افتحه معاكم وهيبقى تحفة قوي. وحطينا كمان في المية معلقة كده صغيرة من الشطة. تمام يا بنات؟ تمام. هنصب بقى المية كده بالشكل ده على البطرمان بتاعنا. ما شاء الله البطرمان جميل ويفتح النفس، شايفين عامل ازاي؟ وكمان التوم هنا انا كنت عايزه احط في قلب البطرمان كده، في قلب المخلل، وبعد كده نسيت بصراحه. فانتي لما تعملي المخلل حطي في قلبه كده عشان يديه تطعيمه حلوه. عايزه تستغني عنه استغني، بس انا بحب نكهه التوم كده مع الفلفل، بتكون خطيره قوي. فحطيت كده 3 4 فصوص من التوم على الوش كده، قطعتهم وحطيتهم على الوش. هنقفله بقى، هنحط كيس كده علشان يبقى اضمن انه ما يدخلوش هوا ولا اي حاجه، والغطا بتاعه يقفل كويس. لو الغطا بتاعك محكم تمام، انا الغطا بتاعي مش قوي. وبس كده خلصنا بقى الفيديو بتاعنا، وان شاء الله باذن الله اصور لكم المخلل القمر ده لما يستوي. وان شاء الله باذن الله اشوفكم كده بقى الفيديو الجاي، واقول لكم مع الف سلامه حبايب قلبي، سلام.